بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بصحة جيدة وأحسن الأحوال. البنات اليوم جيتكم مجموعة كبيرة من النصائح والإرشادات كيفاه تكوني الأخت مبتدئة حتى تكوني خياطة محترفة، ولكن الخياطة ديرها كمهنة تعودي معروفة عند الناس، وكيفاه تسوقي منتوجك، وكيفاه تكوني معروفة، وكيف تتعاملي مع الزبائن، وكيف حتى تتعلمي برب. إن شاء الله أنا بإذن الله في هذا الفيديو نفهمكم ونعطيكم بعض النصائح، جلها مش يعني كلها، مي تديو شوية نظرة على الخياطة. البنات هي الخياطة هي تعب وإصرار وحب. البنات لازم تكونوا تحبوها كمهنة، مش مثال تحبوها بار اكزامبل تقولي ندخل منها صوارد ونديرها جوست على الماديات. نو، انتي كي تحطي في بالك باللي تخمي على الماديات، ثم اكي اول مشكله تصرالك ولا اول احباط يصرالك تفشلي. بصح كنت حباها كيما نقولوا حنا حب وعمل ومثابره واتقان، حتى ولو تغلطي نورمال اختي، نوضي وقفي من هذاك الخطأ، تتعلمي من هادوكم التعثرات تزيدي تنوضي. نورمال اي وحده تخطأ واي وحده تخسر، بصح المهم احنا نوصلوا للبوت اللي رانا حبيناه. لازم تكون المبتدئة تتعلم من بلاصة واحدة. مثال، انتي دخلتي اختي تتعلمي عند هدية الخياطة ولا هدية الاكاديمي، ما تبقايش اشاك فوا تبدلي من اكاديمي لاكاديمي، تقولي نو هدية ما تعلمش بيان نروح عند هدية، نو هدية ما تفهمش بيان دوك نكمل عند هدية. القناة في اليوتيوب بار اكزامبل كانوا حد يتعلموا من اليوتيوب، لا هذا ما يفهمش، هدية تفهم اختي من بعدك تعودي بيرتوربي. خلاص لازم مين تبداي وين تكملي، حتى يفهم ما يفهمش اختي انتي المهم تتعلمي الاساسيات. مثال دخلتي في اكاديمي تبداي اساس الخياطة من الصفر، من بداية كيفية قياس كيفية أخذ المقاسات حتى ترسمي باتخون، ومن بعديك ترسمي باتخون بلي بانز، هما لي زيتاب ومن بعديك اختي تخشي في مرحلة التطبيق. مش انتي تحكمي ترسمي لي باتخون وتحطيهم تقولي نو اني ما تعلمتش، نو الاستاذة هذه ما فهمتش، نو ايا دم امي علموا سطحيا. هي المثابرة والاكتشافات. البنات اكو ما همش راح نعطيوكم كلش، اما همش راح نعطيوكم كلش بلي ديتاي تاع لي ديتاي، اكي انتي تتعبي على روحك وانتي تحوسي على المعلومات. مش اي وحده تعطيك كلش كلش كلش، اديكي ما تلقيهاش اختي في الوقت هذا، حتى ولو بكري يمدولك كيما نقولوا حنا حوايج سطحيين. بصح كوم انتي تحبي الخياطه وتمارساها، عقد ما تمارساها ما تكتشفي حوايج جدد، حتى ولو الحوايج اللي قريتيهم ساعات تكتشفيهم باللي اكي قريتيهم بصفة خاطئة. انتي تنعتي لروحك الخطأ وتعلمي لروحك الخطأ. ديري بار اكزامبل في شيت مطيش في الدار، بار اكزامبل ادي قندوره تاع ماماك ما تسحقهاش وما تلبسهاش، انا نعاود نفصلها ونحط فوق منها لو باترون اللي رسمته ونخرج انا وش حبيت. بار اكزامبل انايا تعلمت اليوم قندوره سامبل بلي بانس، نروح انا نشري شيت صغير ولا قندوره ما نسحقهاش نجرب. المهم تجربي يا اختي، ما تبقايش ترسمي غير في لي باترون وتحطيهم في لي تيغوار. انا نعرف ياسر الناس كيما هكا ما وصلوش، مش ما هما ما وصلوش بيسك ما جربوش. كيما تشوفي روحك متمكنه تعرفي ترسمي لي باترون وتعرفي تفصلي، اختي حاولي اشري ماشينه صغيره، حتى ولو ادوك ماشينات ادوك من الصغار اللي تباعوا تاع 2.5 ملايين، حتى تشراها اوكازيون جوست تتعلمي فيها. يا اخي انت يد واحده تتعلمي فيها. بار اكزامبل الحوايج الصغار، لي كوات الصغار تاع لي بيبي، تكفي درا، تخيطي كيما نقولوا حنا هادوكم، تخيطي لي كوفر، تخيطي مخده سامبل، مخده بلا فورميتور، وش تتعلمي وش تخيطي اختي. هي هذيك الماشينه تساعدك ياسر ياسر. بصح انت يا اختي لكان حبيتي هذه الخياطه حطيتها في راسك كوم حديري بها مشروع، ولا حتعودي كيما نقولوا حنا موديليست مع الوقت، اختي لمي
ولا بيعي حتى حاجة من حوايجك ولا سلفي واشري ماشينة كبيرة. بسك انتي لكان تخشي في الدومين تاع الخياطة هذيك الماشينة صغيرة راهي ما تساعدكش، مع الوقت تعييك توجع لك ظهرك حتى انتي تتعبي تخشي في اكتئاب وعلاه بيسك عندك ياسر الكوموند وهذيك تعبك التعب بديك يرجع لك وشي حالة نفسية تعودي ما تنجميش تفصلي ولا تخيطي ولا حتى تتعاملي مع هذوك الزبائن. كي توصلي اختي للمرحله تعرفي باللي راكي تتفصلي تري بيان وتتقني خدمتك وتعرفي كيفاه ديري لا فينيسيون، خاصه لا فينيسيون البنات اني قلت لكم في الفيديوهات تاعي اللي عداو، البنات اي وحده تبدا تتعلم هي صح تتعلم وتخدم وتخيط بصح تبازي على لا فينيسيون. بيسك دركا الزبائن الكل هما وش يديروا؟ يحكموا يقلبوا القندوره، يقلبوا لا فيست، يقلبوا لا غاب، يشوفوا لا فينيسيون من الداخل قبل ما يشوفوها على برا وقبل ما يديروا لي سياج. دركا الناس الكل تعلمت. البنات قلت لكم اشريو هذيك باغ اكزومبل ماشينه اندستريال، كيما تشريوها نوب عليكم ربي تشريوها سلفتوا ولا حاجه، مع الوقت باذن الله راكم ترجعوا المبلغ اللي سلفتوه. البنات والمعامله مع الزبائن يجيوكم ياسر ناس بعقليات مختلفة، مش البنات الزبائن الكل كيف عندهم نفس النظرة ولا نفس العقلية، كل واحدة كيف ما، وانتي جامي اختي تفرضي رايك على الزبونة في الموديل اللي تمدهولك وش تمدلك انتي امشي لها على اللي تاي كل حبتهم وتوجوغ هزي كاي اكتبي فيه لي نوت تاعك الكل، ما تقوليش دوك اني متفكرتها ولا صيحتها في راسي. نو البنات خاصة المرأة اللي عندها دراري وعندها مسؤولية راهي تنسى توجوغ اكتبوا الكراس والستيلو توجوغ وين تروح معاكم. لازم كيما نقولوا حنا توسعوا بالكم خلاها مع الزبائن خاطركش كل وحدة وعقليتها به تربحوا هذاك الزبون وتربحوا العمل تاعكم. ان شاء الله البنات نكون اني وفقت في بضع النصائح مديتهم لكم وتاخذوهم بعين الاعتبار، واي نصيحة ولا اي حاجة حبيتوها تستفسروها من عندي ابعتولي في الفيسبوك.